اهلا بيكم تاني. وعايز اشتغل في دبي. طيب يا سيدي، دلوقتي انت ربنا وفقك ولقيت شغلانه. طيب، أم... اهلا بيكم. اهلا بيكم، فعايز اشتغل في دبي ازاي؟ دلوقتي ربنا وفقكم بشغلانه. تمام، اتفقتوا وعديت من الانترفيو والتاني والناس قالت لك اوكي، خد الفلوس، هتاخد مرتب قد كده. لازم المرتب ده انت تبقى عارف انت عايز قد ايه المينيمم بتاعك او الشغلانه بتاعتك دي سوقها بكام، علشان ما يضحكش عليك، لان عادي بيضحك عليك في كل حته في العالم. طيب، وبعد كده المينيمم بتاعك ده اللي هو قد ايه ده انت ممكن تحسبه. يعني هنتكلم وهكتب لكم شويه المصاريف عامله ازاي عشان تعرف انت عايز تعيش بشكل عامل ايه، فلازم تقبض كام. والسوق بتاع شغلانتك دي هقول لكم برضو طرق تانية هكتبها لكم ازاي تبقوا عارفين تعرفوا السوق بتاع الشغلانه بتاعتك دي كام. بس انت لما يوافقوا عليك في الشغل هيديك اوفر ليتر، والاوفر ليتر ده لازم تمضي عليه. فانت ما تمضيش عليه. يعني اول يوم تاخد منهم الاوفر ليتر كده وتقول لهم لا ايه، هراجعه واجيلكوا. ما تمضيش في نفس اليوم. فتقوم واخد الاوفر ليتر، تقعد تقرا الاوفر ليتر ده. هيبقى حاجه من الاتنين، يعني في حاجه اسمها عقد ليميتد او عقد انليميتد، محدود الفتره او مفتوح الفتره. محدود الفتره ده يعني يقول لك عقد، انت عقدك سنتين، عقدك 3 سنين، ماكسيمم 4 سنين حسب القانون يعني. وبعدين يجدد بعد كده بعد ال4 سنين. المشكله في العقد الليميتد ده ان هو انت لو سبتهم قبل الفتره المكتوبه في العقد لازم تدفع لهم نص مرتب 3 شهور. حتى لو بنوتس بريد، حتى لو كل حاجه ده، لان انت ما التزمتش بالعقد، وهو من حقه يعمل لك بان يمنعك من الشغل تاني في الامارات لمده سنه. العقد الانليميتد بقى، العقد الانليميتد النوتس بريد بتاعته شهر. يعني تقول لهم انا هستقيل الشهر الجاي وخلاص، وتقدم استقالتك رسمي وتستقيل. و وعقد مفتوح بقى ما بيوقفش. بس على الناحيه التانيه بقى، ده من ناحيتك انت، يعني من ناحيتك انت العقد الانليميتد حلو لان هو فترته مفتوحه، وانا ممكن استقيل في اي وقت بس اقول لهم قبلها بشهر. العقد الليميتد ما ينفعش تستقيل قبل ما العقد ما يخلص، وعقد فترته مقفوله، يعني لو العقد خلص ولا خلاص مش هجدد لك، خلاص مش هيجدد. لكن من ناحيه الشركه بقى اللي بتوظفك، العقد الليميتد اللي هو بفتره محدوده، لو مشاك قبل الفتره دي هيدفع لك 3 شهور. لكن في الناحيه التانيه في الانليميتد لو مشاك في اي وقت هيدفع لك شهر واحد. عشان كده يعني هي دي ليها مميزات وعيوب، كل واحد واختياره يعني. بس فانت لازم تعرف العقد ده ليميتد ولا انليميتد. لازم تعرف الجريس بيريد بتاعتك، فترة الاختبار ماكسيمم تبقى 6 شهور، هي من 3 ل6 شهور. في خلال فترة الاختبار دي يمشيك من غير ما يديلك اي حاجة. لازم يبقى مكتوب في العقد ان خلال فترة الاختبار انت برضو من حقك تمشي. يعني بيبقى بند بتاع فترة الاختبار ده، فهو بيقول لك خلال فترة الاختبار اللي هي مدتها 6 شهور مثلا، من حق الشركه انها تمشيك من غير ما تدفع لك اي مستحقات، لان دي فتره اختبار. بس لازم تكمله البند ان هو يبقى من حقك انت كمان ان انت تمشي في اي وقت خلال فتره الاختبار. افرض بقى لقيت شغل احسن، افرض جو الشركه ما عجبكش، لقيتهم بيعملوا حاجه غير اللي كانوا متفقين عليها ايا كان، فلازم يبقى البند ده مكتوب ان انت برضو من حقك تمشي. طيب، في بند تالت اللي هو ساعات العمل. ساعات العمل حسب القانون ماكسيمم 48 ساعة في الأسبوع، اللي هم 8 أيام لمدة 6 أيام في الأسبوع، 8 ساعات لمدة 6 أيام في الأسبوع. 8 ساعات 6 أيام في الأسبوع دي يعني أنت شغال السبت. ممكن بقى يعني تبقى أجازة جمعة بس، أو أجازة جمعة وسبت، أو لو أنت شغال نظام شفتات فتشوف الشفتات بتتقلب إزاي. اي حاجه فوق ال 48 ساعه خلال الاسبوع او ال8 ساعات خلال اليوم لازم يبقى فيها اوفر تايم. اوفر تايم ده بيبقى 20% زياده على سعر الساعه العادي خلال الاسبوع، او 50% لو خلال الاجازه اللي هو جمعه او اي اجازه رسميه. حاجه تانية لازم تبقى عارفها، مرتبك كام، مرتبك الاساسي كام، وبدلاتك كام، علشان مرتبك الاساسي ده هيفرق معاك بعد كده في حاجات تأمين بقى، ولو عايز تنقل من شركة لشركة وحاجات تانية كده. بعد كده النقل والمواصلات، الحاجات دي أي بدلات أنت عايز تبقى محطوطة.
هل شغلك جوه المكتب ولا بره المكتب، يعني بقى خلاص بعد كده الامور بقى اللي هي بتاعت اي عقد بقى، سواء بتعمل عقد في مصر بتاع حاجة. لكن حته ليميتد ولا انليميتد، الجريس بيريود وساعات العمل دي لازم تتفق عليها قبل ما تخش. دايما يعني بروبابلي هيديك تذكره كل سنه او كل سنتين، بس انا حكت في ان انت تاخد تذكره كل سنه، يعني ترجع اجازه كل سنه وتيجي. الاجازه بتبقى 30 يوم او 22 يوم، وبعدين تركز بقى هل هي 30 يوم عمل ولا 30 يوم بس. 30 يوم بس يعني 22 يوم عمل برضه، او اقول لك 22 يوم عمل ان هي اجازه شهر. فراجع عقدك كويس، تابع النقط اللي قلنا عليها، و ما تمضيش في ساعتها، خد وقتك. العقد ده حاجه مهمه جدا، انت لو مضيت العقد انت يعني هتلبس، فانت لازم تبقى متاكد ان انت ماضي على العقد انت ضامنه. اوكي، لايك، سبسكرايب، شير، انفع الناس عشان الناس تنفعك، اعمل خير عشان ربنا يكرمك وربنا يوفقنا كلنا.